هذا البرنامج برعاية For every American who cares about the steady expansion of human rights, we don't want them in our country. أول ما ابتدت تظهر علاقة التعاون بين اليمين الأمريكي وتيارات الإسلام السياسي كنا بنستغرب جدا. طبعا احنا كنا فاكرين إن العداء بينهم للركب وإن أمريكا هي الشيطان الأعظم. بعد كده ومن كتر التعاون بينهم قلنا ماشي، المصالح بتتصالح، لكن يا ترى يا هل ترى هل الحكاية مصالح وعداء ولا في تناغم بين أفكار الطرفين؟ طب ما تيجوا نشوف كده أفكار اليمين الأصولي الأمريكي. بيوصف كيمبرلي بلاكر الأصوليين الأمريكيين في كتابه أصول التطرف، وبيقول إنهم متزمتين ومقتنعين تماماً إنهم على حق وغيرهم طبعاً على باطل. الرب القادر العليم بيرعاهم وبيوجههم، عندهم طاعة عمياء لكنائسهم ولكهنتهم، طبعاً بتحركهم العاطفة أكتر من العقل، هجوميين قتاليين ومرحبين بالعنف في سبيل المعركة الملكية. والمعركة الملكية دي يعني نشر دعوتهم. بيكفروا العلمانية والعقلانية وأفكار الإنسانية. ناخد بالنا هنا إن احنا بنتكلم على أفكار الأصولية اليمينية الأمريكية، مش أي حاجة تانية. وبيدي بلاكر مثال لخطاب الكراهية: لا تسامح، سلموا أنفسكم لموجة من الكراهية، فالكراهية شيء طيب وهدفنا إقامة أمة مسيحية. يعني حتى فكرة الله محبة اللي هي جوهر الدين المسيحي خرجوا منها. وبيدي مثال تاني: الكتاب المقدس يحملنا المسؤولية، فالرب قد اختارنا لكي نفتح هذا البلد. مش عايزين مساواة ولا عايزين تعددية. وطبعا المسيحيين المختلفين معاهم مش مسيحيين، مش من الفرقة الناجية يعني. وأي نقد لأهدافهم السياسية بيعتبروها إهانة للدين ذاته. عقائدهم صحيحة ولازم تفرض على المجتمع بالإرهاب وبالإكراه. بيستعملوا التلفزيون بكثرة في نشر أفكارهم حول شرور الحداثة وخطأ المنهج العلمي. الفوضى السياسية والزلازل والأوبئة وأي خبر غير صار هو من علامات الساعة. لازم تبقى قاعد مرعوب طول الوقت، خد بالك. لا يمكن السكوت على المدارس العلمانية. نريد إناسا مؤمنين. وطبعا بيفسروا العلم بالدين، والأرض مسطحة وهي مركز الكون، والمرأة دايما نصيبها موجود. خضوع المرأة لزوجها يحررها من المشاكل والإحباط، وخضوعها لأوامر الرب يحررها من عقدة الذنب. والخضوع نعمة وليس نقمة. الخطيئة عاقبتها الموت، ولازم الأطفال يعرفوا ده كويس. والهدف الأسمى تنصير أمريكا، وشغل لجميع المناصب الحكومية بمسيحيين مؤمنين بالكتاب المقدس، والسيطرة على الإعلام الوطني، وتدريس المعتقدات الأصولية في المدارس، وتنصير كل إنسان على وجه الأرض في النهاية. يعني ممكن نقول أستاذية العالم. طب يا ترى يا هل ترى هل تم نشر الأفكار دي خارج أمريكا؟ وهل تم اختطاف الأديان؟ وبقى في أصوليين في كل دين بيؤمنوا بنفس الأفكار دي؟ وهل تم استخدام مفاهيم الأصولية الأمريكية لخلق فتن طائفية وثورات داخل بلاد معينة؟ في الواقع التطرف الأصولي منهج تفكير ملوش دين معين، لكنه بيختطف الأديان علشان يتحصن بيها وينفذ أجندته السياسية، سياسة توصله لحكم وسيادة العالم.
وبالتالي يبقى من أهم أهدافه إنه يلم مناصرين مؤمنين بالسمع والطاعة عشان يحولهم لوقود للكراهية والحروب وتدمير الدول قليلة الأدب اللي ما بتسمعش الكلام. طب ويا ترى يا هل ترى مين المستفيد الأول من الأصولية اليمينية الأمريكية؟ بيقول الكاتب كلايف أندرسون في سنة 2003 لما كان جورج بوش بيستعد لغزو العراق أعرب عن يقينه بأن يأجوج ومأجوج بيمارسوا عملهم في الشرق الأوسط ويجب هزيمتهم قبل ما يدمروا إسرائيل. وفي اجتماع مع جاك شيراك رئيس فرنسا قال بوش في تبريره للحرب إنها مشيئة الله الذي يريد أن يدمر أعداء شعبه، وشعب دول طبعا شعب إسرائيل، قبل أن يبدأ عصرا جديدا. فلتعلم يا عزيزي أن إسرائيل هي المستفيد الأول من الرجعية والأصولية الدينية. السؤال المهم هنا، فكر وثقافة المصريين حاليا فين من ده كله؟ هل المصريين واعيين ومدركين ولا بيجتروا الأفكار الرجعية الأصولية على إنها صحيح الدين؟ هذا البرنامج برعاية